السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد، عايزاكم حالا تنزلوا تحطوا لي لايك للفيديو ده. لو انتوا اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين معايا في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفونا على طول. طبعا وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. عايزه اقول لكم بجد شكرا جدا على الكومنتات الجميله اللي انتوا كتبتوها لي. بجد بتشجعوني وانا بحبكم جدا. لو محتاجين مني اي حاجه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا هرد عليكم على الاسئله كلها. بصوا كده، انا اول حاجه كده صحيت الصبح، اول حاجه عملتها فطرت مهند ولبسته وبعدين وديته الحضانه، وبعدين رجعت انا كمان فطرت، وبعدين نيمت كنزي عشان اشوف ايه اللي انا عايزه اعمله النهارده، واشارك الفيديو ده معاكم ونشوف هنعمل ايه. طبعا جو الشتاء ده بيبقى تكتكة بقى وبرد والحاجات دي، فاحنا دايما بنكسل نعمل الحاجات اللي ورانا اول باول. عايزه اقولك الفيديو ده هيشجعك وهيشجعني انا كمان، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه كده انا دخلت على الاوضه بتاعه الاطفال، كان عندي غسيل، يعني شلته من على الحبل وبعدين ايه ما طبقتوش يعني. فاحنا دلوقتي هنطبقه مع بعض وهنشوف بقى كل حاجه نحطها في مكانها. طبعا انا كنت عايزه اعمل لكم حاجات كتير جوه الفيديو، بس للاسف الفيديو ده خد منه اوضه الاطفال لانها فعلا كانت محتاجه ترويق وحاجات كده يعني، وغير تطبيق الغسيل والكلام ده. فان شاء الله هنكمل مع بعض الفيديو اللي جاي، ولو محتاجين اي حاجه معينه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا دخلت كده قلت ان انا هطبق الغسيل واحط كل حاجه في مكانها، وبعد لما اخلص بقى هنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا اول حاجه كده بعد ما طبقت الغسيل رصيت الهدوم بتاعت كنزي ومهند في الدولاب بتاعهم، وبعدين حطيت الهدوم بتاعتي انا في الدولاب الكبير. تمام كده. الناس اللي كانت بتسألني يا جماعة على لينك الانستجرام بتاعي، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. تقدروا تبعتولي على الانستجرام في اي وقت، هرد عليكم على طول. كان في ناس بتسألني انا غبت ليه الفترة اللي فاتت وكنت فين ومختفية ليه، واسباب كتير كده يعني. وكمان اسئلة طيب انا كنت بعمل ايه، وعايزين يشوفوا كنزي. انا هنزل لكم صورة كنزي ان شاء الله، او هنزل كنزي معايا الفيديو اللي جاي. في ناس كانت بتسألني على الروتين الصباحي اللي انا بعمله مع مهند وانا بوديه الحضانة، وكانوا بيسألوني برضو الروتين الصباحي اللي انا بعمله مع كنزي. كل الحاجات دي هنعملها مع بعض ان شاء الله الايام اللي جايه. وكمان كنت بتسالوني عايزين فيديو تحديات زي اللي انا عملته قبل كده، فان شاء الله الايام اللي جايه فيها فيديوهات كتير جامده جدا، وكمان حاجات مختلفه. انتوا بس شجعوني باللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واي حاجه انتوا هتطلبوها اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هطلع وهرد عليكم. وكمان لو محتاجين فيديو معين برضه هعمل لكم الفيديو اللي انتوا عايزينه. انا كده بس خلاص شلت الغسيل مكانه، وبعد كده قلت ان انا هشيل البطانية دي بتاعت اختي هاجر. اختي هاجر كانت بايته عندي، فهي كانت سقعانه او الجو كان برد شويه، فقالت لي ان البطانيه بتاعه الاطفال عشان هي طبقه واحده، فقالت لي لا انا بردانه، فانا ايه مش هتغطى بيها. فهي كان عندها بطانيه بتاعتها شايلاها في الجهاز بتاعها، فالبطانيه دي كانت موجوده عندي. فراحت قالت لي انا هتغطى بالبطانيه بتاعتي. فالمهم ان انا فتحتها لها وبعد كده اتغطت بيها وهي مشيت. فانا قلت خلاص بقى ان انا هشيلها مكانها في الشنطة عشان ما تتبهدلش يعني وكده، وخصوصا ان انا مش بستخدمها اصلا. فطبقتها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده حطيتها في الشنطة وهقفلها، وبعد كده هحطها يا اما فوق الدولاب يا اما تحت السرير على اساس ما تتبهدلش يعني. وزي ما انتوا شايفين كده اصلا الشقة يعني مش كبيرة قوي، وفي نفس الوقت ان انا ايه يعني العفش بتاعي كتير، فالدنيا زنقة وزحمة، فمش محتاجة ان انا اركن كل حاجة كده ايه على جنب. هنا بس خلاص بقى كده ايه شلت الحاجة كلها من على السرير، وطلعت كمان الهدوم الوسخة عشان احطها في الغسالة. هشغل الغسالة بس مش دلوقتي يعني، قلت لما مهند يجي من الحضانة اخد الغيار بتاعه واحطه في الغسالة عشان ايه كل حاجة تبقى بالمرة.
هنا بقى قلت بقى ان انا حطيت بقى الكيس بتاع المخدة وهفرش الملاية كويس. كان في ناس بتقولي ان انا احط مفرش دفاية على السرير. عايزة اقول لكم ان غرفة الاطفال دي انا ما بستخدمهاش كتير قوي، يعني دايما بستخدم اوضة النوم، فمش بستخدمها كتير قوي. وفي نفس الوقت هنا انا سايبة المشمع بتاع المراتب، سايباه موجود على السرير. يعني انا ما شلتش المشمع بتاع المرتبة اللي هو الكيس عامة، فسايباها زي ما هو. قلت ان انا هسيبه عشان يحافظ على المرتبة، خصوصا ان انتوا عارفين الاطفال يعني والحركات اللي بتعملها بالليل وكده. فانا قلت ان انا هسيبه الفترة دي علشان يحافظ على المرتبة. فسايباه. وكمان انا ما بستخدمش الاوضه دي كتير، يعني على حسب ما احنا عايزين. ممكن يعني ننام هنا وممكن ننام في اوضه النوم التانية. فهنا بقى انا فرشت الملايه. وبالنسبه للمفرش الدفايه، عايزه اقول لكم بيتزحلق بسرعه من على الملايه، فاللي هو بينام يعني بيشيل المفرش وبيشيل الملايه، والسرير بيبقى من غير ولا مفرش ولا ملايه اساسا. كده هنا خلاص انا خلصت بس السرير الاول. وبعد كده شلت جزء من الالعاب بتاعت مهند. طبعا مهند الالعاب بتاعته بتبقى في كل حته، في الارض بقى وفي الصاله يعني مش عارفه ان انا اقدر ان انا اخليه يبقى في مكان معين او في مكان واحد. مش قادره ان انا اسيطر عليه. بس الموضوع ما بقاش زي الاول، يعني فعلا ما بقاش زي الاول. الاول كان صعب جدا، دلوقتي الحمد لله اقل شويه. خصوصا ان فرط الحركة اللي عند مهند قل عن الاول بكتير، ودي الحمد لله حاجة مفرحاني جدا. هنا بقى جبت فوطة وبس، حطيت فيها حاجة كده صابون سائل ونقطتين مية بسيط جدا، ولو عندك بليدج هيبقى احلى بكتير. بس انا ما كانش عندي بليدج، فقلت بقى ان انا نقطتين مية كده بسيطة جدا ونقطة صابون سايل. وبعد كده تقدري تلمعي بقى الخشب بتاعك لأوضة النوم او أوضة الاطفال او اي حاجة، هتبقى نظيفة جدا وكمان هتبقى ريحتها حلوة. هنا خلاص بقى انا مسحت السرير وكمان مسحت الدولاب وفردت الستارة. الناس اللي كانت بتسألني البلكونة بتاعتي فين، انا ما عنديش بلكونة. شايفين الستارة دي؟ لو ركزتوا شوية هتلاقوا في شباك وراها. الشباك ده هو يعتبر البلكونة، عشان انا في الشقة دي ما عنديش بلكونة، انما الشقة القديمة كان عندي بلكونة. فكده خلاص يعني دي الأوضة بتاعت البلكونة، بس انا ما عنديش بلكونة. هنا بقى شلت بقية الألعاب بتاعت مهند. وبعد كده بقى رحت وديتها بقى في مكانها. انا حطاله الألعاب بتاعته في الباسكت، فهنا بقى وديت له الألعاب بتاعته مكانها. هنا خلاص بقى انا خلصت السرير الاولاني. هندخل بقى على السرير التاني ونشوف هنظبطه بقى كده، ونشيل بقى الهدوم اللي عليه. الهدوم دي الوسخة اللي انا قلت لكم عليها هحطها في الغسالة، ولما مهند يجي هشغل دورة الغسيل عشان اخد غيار مهند اللي عليه. هنا بقى خلاص انا كده يعتبر خلصت الغسيل اللي عندي، عشان كده كل حاجة تبقى تمام وميبقاش في حاجة مرمية هنا او هنا، وكل حاجة تبقى متنظمة ومترتبة. كل يوم كده ان شاء الله. لو انتي عندك الشقة كلها متبهدلة ما تاخديهاش كلها مرة واحدة عشان ما تتعبيش او ما تزهقيش. ممكن تاخديها على يومين هتبقى كويسة جدا، خصوصا ان انتي طبعا بتبقي مشغولة بحاجات تانية، سواء في المطبخ او سواء اكل او سواء مواعين او سواء اطفال او سواء مذاكرة. كل الحاجات دي لما تعمليها في يوم واحد الموضوع هيبقى صعب جدا ومرهق جدا بالنسبة لك، فما تحاوليش تعملي كده. انا هنا خلاص بقى مسحت السرير، وبعد كده مسحت المراية. فقلت ان انا همسحها بقى بالمناديل عشان تبقى تبقى نضيفة كده وحلوة. فمسحتها بقى بالمناديل وظبطت كل حاجة وشلت الحاجات اللي هي المفروض ما تبقاش موجودة على ده كومودينو بتاع غرفة النوم بتاعة الأطفال. كنت تسألوني ايه المكونات بتاعة أوضة الأطفال اللي أنا اشتريتها دي اللي إنها جديدة. هي سريرين، السرير 120 متر، وكمان الكومودينو ده كومودينو بمراية، ومعاها دولاب. الدولاب بتاعها تقريبا 150 سنتي والسرير 120، والكومودينو بتسريح. عايزه اقول لكم هي حلوه جدا، بس الخشب بتاعها مش جامد قوي او مش جامد اخر حاجه، يعني مش زي العموله. بس في نفس الوقت يعني هي حلوه متوسطه. مش هقول ان هي حلوه جدا ووحشه جدا، لا طبعا. هي طبعا كل الشغل اللي في
اللي في المعارض دايما ما بيبقاش زي العمولة او ما بيبقاش تقيل زي العمولة، فهي حلوة كويسة وعملية برضو. طبعا انتوا عارفين ان انا مكانش عندي قطة اطفال، فدي انا لسه شارياها جديدة بس حلوة. وانا مرضتش ان انا اجيبها حاجة اطفال قوي، حسيت ان هي مش هتبقى مناسبة معايا قوي، ودي شكلها كان عاجبني اكتر. يعني ما حبيتش ان انا اجيب الرسومات اللي هي عليها ميكي وبطوط والحاجات الاوفر قوي دي، لا انا ما حبيتهاش وحبيت دي اكتر، وحسيت ان هي اشيك يعني، خصوصا ان لو في حد جه عندي او كده. دي البطانية التانية بتاعت الطقم. عايزة اقول لكم طقم الملاية ده مش هو مش تبع البطانية بس، هم كلهم عليهم ميكي. عايزة اقول لكم ان انا اتفاجئت بعد ما اشتريت الحاجة بتاعتي او الجهاز بتاعي ان كل الحاجات اللي انا جايباها اصلا ميكي، ومن غير ما انا يعني من غير ما انا اركز. يعني اشتريت مفرش الدفايات ميكي، واشتريت الكوفرتات ميكي، واشتريت البطاطين ميكي، واشتريت المفرش بتاع اللي هو القطيفة برضو اشتريته ميكي، والستاير جبتها برضو ميكي. بس على فكرة كل الحاجات دي انا من غير ما اخد بالي، يعني انا كانت هي فعلا اللون بيعجبني والرسمة بتعجبني. فبعد كده بتصدم ان انا فعلا يعني اخر حاجة كده قبل الجواز بخرج الحاجة بتاعتي، لقيت ان كل الحاجات عندي متكررة ميكي بس الوان مختلفة، معرفش ازاي. بس الحمد لله يعني طلعوا كلهم حلوين، تحسوا ان هو طقم متناسق مع بعضه. طقم الملاية ده اللي هو اصلا تبع الكوفرتات، لكن مش تبع البطاطين. البطاطين لوحدها بس برضو هتلاقوها نفس اللون ونفس الرسومات اللي هي ميكي، ونفس اللون اللي هو الازرق واللبني. هنا بقى كنست الارض بقى، وهجيب الشرشوبة وهمسحها كده والمعها، وبعد كده ايه هفرشها على السجادة. عايزة اقول لكم السجادة بتاعة الارض بتاعة الاوضة دي بتتحط في الغسالة، اللي هي الخامة بتاعتها الجينز. لما احطها في الغسالة انا بعد لما فرشتها حسيت ان هي مبقعة شوية ومحتاجة ان هي تتغسل، فانا قلت ان انا ايه هخليها بس يومين كده، وبعد كده ايه اروق الدنيا عنده، وبعد كده اشيلها واغسلها. هنا بقى لمعت الارض بقى وظبطتها، وبعد كده هنفض السجادة وهسيب الارض كده 3 دقايق لحد ما تنشف، وبعد كده هفرش السجادة من تاني. هوريكم شكل الاوضه بعد ما خلصت، بجد شكلها مختلف تماما طبعا، غير الاول خالص. عايزه اقول لكم هنا بقى التربو ده انا حطاه هنا مؤقتا، بعدين هدخله المطبخ، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا بظبط لسه في الشقه بتاعتي. كده الفيديو بتاعنا خلص، وعايزه اقول لكم بجد شكرا جدا لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، وما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم تاني في الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.